ديبين اندرت ويتزود لذلك خموغا تحنس سن عبادة سن ابن سن كيف ثم يرجع إلى خديجة ديبين فيتزود لمثلها أما زكا سن كيف تابا حتى فجأه الحق محمد قدرت حين تلوت إكرايمك وهو في غار حراء فجاءه الملك ملكا فقوم ملكا لا رامين نصبا وقوم موتنا مولا من كسرى فقال اقرأ قريبو قال ما أنا بقارئ ما ننقرأ قال فأخذني فخطني نقبينا قومي حتى بلغ مني الجهد من الجهد هما قوقين چنكين نقريسوت بكا خبيري برسيسان وليرانا كسيت داو سنة كسيت قرأي يعني في قبيها جوجا ثم جوجا ملكا نكون سبيلا تقامي سجران سيجا جرسيتي ثم أرسل وقويني وهي التنيدو كسيت دبكي رابو آمي ثم أرسلني نقديسي فقال اقرأ قريبو قال قلت ما أنا بقارئ أمو قناتين بيه قال فأخذني فخطني الثانية حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ الغط من الجهد يعني هما قوقين چنك إن جيسو جيجو ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني حتى بلغ الغط من الجهد قوقين چنك إن جيسو وكما كرامو كل كرانا لكن معنا كسي قبطها يوهين دبين سديك مالغتا بلغ من الجهد أميري جبريلي وراجين قطع نبي جنقطع مالي حتى بلغ الخط من الجهد حتى بلغ الغط من الجهد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أنا انقرأي الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جيتشو فرجع سندمهم مغن إقرأينكم يو تفسير قيس شيخ الله بانك لكن أمي فسر سيب الله اقرأ قرأي باسم ربك الذي خلق مكا ربي خيتي ربي سنوخسي أومسن مكا إسا قرأي مقا ربي دوبا خم قرأ لكن مقا ربي خم قرأ مقا ربي تنقل قصر إسانين جتو جرامي الله يا شيخ أدبا الراغوي إني مقا ربي قرأي مقا ربي سقلتمي سقلي خم قرأ مكا ربي خيتي تيم أما أكيد قرأيتو أما كايرتو إقرأ قرأي مستعينا باسم ربك مقا ربي تنقر فتا قرأي جتو ليك اقرأ قرأي بسم الله الرحمن الرحيم قرأي جتو بسم الله قرأيتو خلق الإنسان من علق المنا ما خنوم أولاد الله جتون بشانك أولاد الله ترى اقرأ وربك الأكرم اقرأ ما قدي قرأي حال ربك أرجعتين قرأي بسم الله الرحمن الرحيم ومسون قرأي الذي علم بالقلم الذي علم الإنسان قلم خنبر سيسي علم الإنسان ما لم يعلم به قلم جتون فرطا تكاهو قبي خنبر سيسي جتون المنا ما أولي قاتل سورة قرآن خنبو إقرأي قرير رواية مو يا أيها المدثر قرين هذه الرواية لا مو الفاتحة أكم جميع بوت تيريدي لما قلت تيريدي أراتني مي هايا ما جت أحمدين جميع تساتيا سورة قوت في وني دستراني صدقتي إنه مجي غاتوان سيفر كاتي إن بيخوني سلمين راينا سلاو كشيخ برجلا إن بيخون قانين قبض اقرأوا ما الدرة يا أيها المدثرين بعد فترة الوحي إقواتك وحيين دابتي باتي سجي أمو فاتحة هجو سورة قوتولا
سوران قوتون بي هدو براتو هالين سورا قوتون بي سورا وان قوتون بي دا فاتحة على الدرجة وري اقرا النبي تي مدثر ارسل لنا إيه هاكا سمها جرى النبي تيدما يا أيها المدثرين ارقم إيه قرين أول سورة بي يا أيها المدثر سنجابا نبي في رسول الله ما كمان إيه نبي رسول الله ما كمان قرا قرما يعني كمان نبي يجون إنسان وهي إليه بشر يعمل به ولم يؤمر بتبليغه أو إنسان وهي إليه لتجديد الشرائع القديمة شريعة برتعار يوم سينا رسول يجون إنسان أوحي إليه بشر يعمل به وأمر بتبليغه أو إنسان أوحي إليه بشرع جديد هذا هو النقابة هاي فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره النساء والله كانت حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني نابوغا فزملوه حتى ذهب عنه الروع صدانا مرة دي ثم قال لخديجة أي خديجة مالي أي خديجة مالي كم انت أي شيء ثبت لي كم انت وأخبرها الخبر وأخبرها الخبر عنكم الجملة معتردة يعني بين المبتدأ والخبر يعني حالا أدو أديسيني أكم انتهى أجئ فقال لقد خشيت على نفسي لبوخ يرتو صدقني إيه؟ إيه قالت له خديجة كلا أبشر كلا لك أبشر قمدي فوالله لا يخزيك الله أبدا ربي سنتك يسوء والله ما لبأتي إنك لا تسل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة إنما أمري مقبان باني بعد التجول فمراتا فارم الله وتكسب المعدوم وأنما بلا أركن نسبرا أركتا وتكري الضيف خيسما وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر على رجع عن عبادة الساعة صنعني سنما قبروا راقر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي كتاب العربي فرط عرباتهم كتبوا به ويكتب من الإنجيل عربية إنجيل قصرياني لا تقاوي عبرانية لا ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد أعمي فقالت له خديجة أي عمي عم ماديره اسمع من ابن أخيك ميل ماديره فتي خلنا على كيف نبي بانا قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى ما لقرت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه هدوان أركيو فقال له ورقان منه فلقجي هذا الناموس خن صاحب سر خيري أبا وهيد الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم موسى ركم بوفا يا ليتني فيها جذعا يا ليتني يا ورخين ينين قابنين فلزمن موت ما نبي ما فيتي خيس الجبائد انتي أما جاور صحيح يا ليتني أكون حيا يدوم فياتي إلا تدون ولوهاي حين يخرجك قومك كده ورخي سمك سياريان سباسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم سنة باسونا أما قال بتتجايب بتات إني موختا ودبري بيخ قال ورقة نعم إيه سباسو جرا لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي رجل قط
ما جئت به نم تقول لين تكان دفن فكي وانا تدفتيتي إلا عودية أدو يقول أم مليلا توحيدا أنا نم تقول لين دفن يودو فينو أدو يقول أما يسلسلان توحيدا قد قوتني نمني هندي أدو بيسنتا وإن يدركني يومك يوم لك بقدم دا نبي ما خيتي أنصرك نصرا مؤزرا مؤزرا يا تمسى جبان سي تمسى كتاسي الكون ناموس من ناموس صاحب سر الخير صاحب سر الخير وهو جبريل ناموس وجودي جاسوس وجودي مو صاحب سر الشر وهو الشيطان ناموس صاحب سر الخير وهو جبريل نمتك كسس بوسن خسياب وغسن ملك جبريل خغافة ايه نبي موسى بوجيه آية. وبه قال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وهيرنا وساق الحديث بمثل حديث يونس وساق الحديث جنة هي معمر عن ابن شهاب معمر نجرا زوري ذوري قديمي بمثل حديث يونس المزوري راقم غير أنه نيس معمري غير أنه معمري قال نجي ملك والله نبي نجي جالا فوالله لا يحزنك الله أبدا سنتك يسرب بن سياجس وقال قالت خديجة نجتي قالت خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخي المادي رخيا دقي المادي أما ببليس غير راجتي لفظي ولبن سني ما وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما جت زوجي لك قالت عائشة كن فاعلة مرفوعين زوجكم قال صفة عائشات تكاو بدل عائشات وبدل المرفوع مرفوع وصفة المرفوع مرفوع لكن زوجي كنك عندي يجمع فرجع إلى خديجة روح خديجة يرجف فؤاده ونن صادق بقرب بوادره فاقتص الحديث بمثل حديث يونس فاقتص الحديث عنكني أقيلي نوديس مثل حديث يونس زوري الرقم ومعمريس أكبو هنجنو هنالال في جد كتابة ايوه فهمت سنجا الله أكبر ولم يذكر ولم يذكرني أقيل ما بيه أول حديثهما أول حديث سلم عن يونس ومعمر من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة منام قاري لا خجيس وتابع يونس وتابع يونس يونس جل ديمي على قوله أن وتابع أنقى قيل ما وقيل يونس على قول يونس ووالله لا يخزيك الله أبدا إنما رب ستك أيزو وذكر قول خديجة وذكر عن قيل نذبت خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك خديجة سمك كان قدر سيقول أيه. وبه قال حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال
يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث نوديس قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة عن الوحي فترة الوحي وهين قرقر تور الرعقود يسنجي قال في حديثه نبي نجد ذاقي سنجي فبين أنا أمشي أنواع ديمو سمعت صوتا من السماء سامين سقلينك فرفعت رأسي ولم اللد فإذا الملك الذي جاءني بحراء ملكان قديران ندو في جالس جالسا على كرسي بين السماء والأرض كل سيدا قسم يدو دايشي يدو ختي إسلام أو مثلا رتيسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فجسست فجئت علي حمزة غما فجئت من الرائن هولاد فرقا سودانا فرجعت فقلت فقلت ديبيت انجي زملوني نمرامي فدثروني نمرا فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا إمام مرا قم فأنذر خيل باي بياديني وربك فكبر ربي خيب قدسي وثيابك فطهر أمة خي عجج صلاة تقاو هجو هتعرض بجي والرجف فهجر سنة مرة دوركم خير الدول درانو نبي تقا سنة من قبر والرجف فهجر سنة مديس يجون تو سنة مرة فقاتشو خيسون الردول درانو دربو تنجيو وثيابك فطهر يدو سلامي إيه وصيامك فطير جيمه وانتو كل يفرق يعني تكاو أمتك عمل تويدت عمل هذا شيء وانا كشركي رابو وصيامك فطير إنجن أكيد خير كل يصير معنا ساعدو وهي الأوثان سنة ما هو نوقاسين قال ثم تتابع الوحي واي والفانة يمدو وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني نرى فترة تنو وماتي تك بيتك تكاو سديد لنجا فبين أنا أمشي أنا ما ديمو ثم ذكر مثل حديث يونس ثم ذكر ذبات مثل حديث يونس قيلين غير أنه قال وقيلين نجي مالي فجسست يا جماعة هنا الله يا جماعة جسست في جسست لستوكم منه فرقا صداف حتى هويت إلى لا الأرض جيت يوم كوفي قال وقال أبو سلمة أبو سلمان قجاني والرجز الأوثان سلام قال ثم حمي الوحي هو وين بعد أجيبه وتتابع أنا ديمين وبه قال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس معمر دبته مثل حديث الزهري يونس وقال فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجثثت منه كما قال عقيل وبه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قرآن الرحم يدربي قال يا أيها المدثر قول يا أيها المدثر ولا بعد فترة الوحي إيقوا ترتبون قلت أو اقرأ مو إقرأي فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله
خمد قال دربي يا أيها المدثر خنا جي بعد فترة وايتي فقلت اقرأ لقاك إقرأي قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه أما وسلم أن نتوان من نبي نوي بسنيم نابا قال جاورت بحراء إيران كانوا خلوات كتابة باتي فلما قضيت جواري جواري كتابة يقول في نزلت قديم بوي فاستبطنت فسبتم هيا لك هيسان قبوي فنوديت نيل اللبامي نيا مامي يتوبا فنظرت أمامي يدورا في بوتا في وخلفي وعن مدابي يميني الله وعن شمالي فلم أرى أحدا وتكندر ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يا وطنا هاي سمونه سرير رجلا يعني جبريل عليه السلام جبريل فأخذتني منه رجفة قل ذاك شديدة أنك بيسر رجمت فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني نمران جيني نمران فصبوا علي ماء بشاني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر